الثانية البحرين تتخلى عمن دافع عن ألوانها وسطر اسمها في السجلات الرياضية. عداؤون أصلهم من المغرب أضحوا عاطلين عن العمل بعد سنوات عاشوها بجنسية المملكة الخليجية. رشيد رمزي اسم ترعرع في ألعاب القوى المغربية وحصد الميداليات العالمية باسم البحرين. التجنيس الرياضي للمغاربة أثمر بطولات في الدولة الخليجية وأضحت في سجلات الرياضة العالمية. بعد التقاعد سحبت الجوازات من الرياضيين المجنسين وأبعدوا من المملكة الصغيرة ليصبحوا عاطلين من العمل مع إيقاف رواتبهم التي كانوا يتلقونها من قطاعات عسكرية بحرينية. رمزي وعبد الحق القرشي والمصطفى رياض ونور الدين مراش وغيرهم خضعوا سابقا للإغراءات البحرينية ودافعوا عن ألوان البلد الخليجي طمعا بظروف أفضل ماديا ورياضيا، لكنهم لم يتوقعوا يوما أن يكون مصيرهم الطرد من المنام. وقفتان احتجاجيتان أمام سفارة البحرين في الرباط. العداؤون طالبوا بحل مشاكلهم بعد تعليق مشاركتهم الدولية باسم البحرين. المشكل الأساسي للعدائين مع مواطنهم خالد بولامي المدير الفني لجهاز ألعاب القوى البحريني الذي أبعدهم عن المنافسات الدولية. المحتجون كشفوا عن الألقاب والتوشيحات التي نالوها من طرف ملك البحرين ونادوا بضرورة وضع حد لتجنيس يحط من كرامة المغاربة وبأن يكونوا عبرة للباحث عن مجد بطعم العلقم، مشيرين إلى أن البحرين استنفذتهم ليعطوها قبل أن ترميهم بعد الاعتزال. جلالة الملك يوشحني بوسام ملكي ووسام كفاءة العسكرية، والأخير أنه تم الجزاء ديالنا من هذا الشيء كله هو توقيف الجنسية، توقيف الجواز، توقيفنا من الخدمة العسكرية اللي أنا وقفوا مرتين بدون سبب وبدون سابق إنذار. المستحقات ديالي لجميع الألقاب العسكرية ما توصل حتى بدولار، والجزاء ديالي هو التوقيف. هذا هو الكرم. ألعاب القوى البحرينية ملي تجنسنا حنا تم بدات ألعاب القوى البحرينية تاخذ واحد الإشعاع وبدات معروفة على الصعيد العالمي. ردود الفعل تباينت في الشارع المغربي، فمنهم من هاجم الرياضيين بسبب قرار لعبهم لغير بلدهم، وآخرون انتقدوا سياسة البحرينيين لأنهم يتعاطون مع اللاعبين كقطع غيار. فأغلب العدائين كانوا في منتخب المغرب الغائب عن الساحة العالمية والأولمبية بعدما كان رياديا. قضية العدائين المغاربة قد تتصاعد مع نقلها إلى المحافل الحقوقية عربيا وعالميا. وللحديث حول هذه القضية معنا من مدينة آسف المغربية عبر الإنترنت الإعلامي الرياضي نور الدين ميفراني. أهلا بك سيد نور الدين. أهلا بكم وأهلا بمتتبعي قناة مدينة العربية الرائدة في العالم العربي. شكرا لك سيد نور الدين. أنت ابن مدينة العداء رشيد رمزي وعلى تواصل دائم مع العدائين المغاربة، ما الذي جرى بالضبط؟ هل خالد بولامي المدير الفني لجهاز ألعاب القوى البحريني فقط من يتحمل المسؤولية أم هناك أمور أخرى أوصلت الرياضيين المغاربة إلى هذا المصير؟ هناك عدة عوامل متفارقة في مجال التجنيس التي عرفته ألعاب القوى المغربية، من بينها أكيد الدور الكبير للاتحاد المغربي لألعاب القوى الذي أهمل مجموعة من العدائين المتميزين في فترة من الفترات، وكان سوء كبير في التسيير. تحدث عنه مجموعه من العدائين العالميين كسعيد عويطار كان هو المتوكل، كهشام القروج، وهذو ابطال عالميين تحدثوا عن هذه المشكل مما ادى الى هذه الهجره نحو التجنيس. يجب ان نعرف انه التجنيس المغاربه لم يهم فقط البحرين بل مجموعه كبيره من الدول هرب اليها العداؤون المغاربه، والمشكل ليس مشكل فقط مع الأخ خالد بولامي بل أيضا مع مشروع ككل للتجنيس التي تعمل به مجموعة من الدول ومن بينها البحرين، حيث تتعامل مع رياضيين كقطع غيار يقومون بمهمة وحين تنتهي مهمتهم يتم سحب جوازات السفر وإعادتهم إلى بلدانهم. المشكلة هنا في حالة العدائين المغاربة الذين قاموا بوقفة احتجاجية أنهم لم يتوصلوا بأي تعويض حتى عن الألقاب التي فازوا بها باسم البحرين، وهي بطولات قارية وعالمية في مجموعة من التخصصات، سواء في بطولات العالم العسكرية أو البطولات الآسيوية أو حتى في مساعدة عدائين
باسم البحرين على تحسين ارقام قياسيه عالميه كرشيد رمزي الذي كان ياخذ مجموعه من العدائين كارانب السباق، واغلبهم ياتي بهم من مدينه اسفي لانه هو ابن هذه المدينه، كما ان اغلب العدائين الذين ذهبوا الى البحرين هم من ابناء مدينه اسفي، لان خالد بولامي المدير التقني للاتحاد البحريني للالعاب القوى وهو من هذه المدينه وابن مدينه اسفي، وهو ما دفعه لاخذ اغلب العدائين الذين كانوا في المنتخب الوطني، ليسوا عدائين مغمورين بل عدائين كانوا في المنتخب المغربي، اخذهم الى البحرين. طيب هل هناك قانون يحمي هؤلاء الرياضيين؟ لا وجود لقانون، لو كان هناك قانون لما حدث ما حدث. هم يذهبون إلى البحرين في إطار خطة كانت سابقا لتجنيس مجموعة من العدائين من أجل المشاركات الدولية. المشكلة أنه الآن حين انتهى دورهم تم رميهم كأنهم مجرد قطع غيار استعملت وانتهى زمنها. لا وجود لقوانين حتى في المغرب. مشكل التجنيس الرياضي هو مشكل لا زال مطروحا. الآن تدخلت جمعيات حقوق الإنسان، ساندتهم العصبة المغربية لحقوق الإنسان، وقررت 6 منظمات مغربية لحقوق الإنسان مساندتهم، كما قرروا رفع المشكل نحو منظمات حقوقية ونحو هيئات دولية للمطالبة بحقوقهم. هم لا يطالبون بأي شيء سوى حقوقهم، وهي المتمثلة في تعويضات مادية في يعني إعادة. نعم، هل تعتقد أن هذه القضية ستلقى صدى عالمي؟ من الممكن، لانه هناك مطالبات عده دوليا بوقف هذه المهزله التجنيس المؤقت. في اوروبا هناك تجنيس، ولكن عندما نلاحظ كيف يتعامل الاوروبيين مع المجنسين اثناء ممارستهم للرياضه وبعد ممارستهم للرياضه نلاحظ الفرق. هناك مجموعه من المغاربه مجنسين سواء في فرنسا او في بلجيكا او في هولندا او في ايطاليا، ولكن حتى في الولايات المتحده الامريكيه، ولكن بعد نهايه مشوارهم الرياضي تجدهم مدربين، تجدهم اعضاء في اتحادات، تجدهم لا زالوا في الممارسه، لا زالوا يعتبرون ابناء البلد الذي حملوا جنسيته. بينما في الدول العربيه للاسف الشديد عندما تنتهي مهمتهم يتم ارسالهم كانهم مجرد عبيد استعملوا واستنفذوا وتم طردهم. طيب ألن يشفع لهؤلاء الرياضيين تشريفهم للمملكة البحرينية في المسابقات العالمية وتتويجهم بالميداليات لضمان حقوقهم المادية والمعنوية؟ هذه تعتبر وصمة عار على جبين البحرين وليس على جبينهم، لأنه البحرين كدولة من المفروض أن تكرم كل من حمل قميصها. هذا هو المنطق أن يتم تكريم وتشريف كل من حمل قميصك وجلب لك ألقاب. المشكل أن البحرين طردتهم. هم يقولون أن خالد بولامي هو السبب، ولكن أعتقد أنه حتى الاتحاد البحريني مسؤول، حتى الدولة البحرينية مسؤولة. الآن الصوت سمع، احتجاجات أمام سفارة البحرين، تم إرسال رسائل لملك البحرين وإلى مجموعة من الشخصيات البحرينية. أتمنى أن يتحكم العقل في هذه المشكل، وأن تتجنب البحرين مشكلة من الأكيد ستؤثر عليها وستؤثر على الرياضة البحرينية بشكل كبير في المستقبل. هل هذا الوضع في البحرين متواجد كذلك في البلدان العربية الأخرى عند تجنيسهم لرياضيين عربيين ثم سحب الجنسية بعد سن الاعتزال؟ إلى حد الساعة لم تكن هناك أحداث واضحة. أكيد سمعنا في قطر مثلا أنه منتخب كرة اليد بعد فشله تم سحب جواز السفر وإرسالهم، ولكن على المستوى المجنسين العرب لا أعتقد أنه لا في الإمارات لا في قطر تم التعامل بهذا المنطق مع رياضيين أعطوا الكثير للبلدان العربية. فقط في البحرين تفجرت هذه المشكلة، واعتقد ان المشكل داخل الاتحاد البحريني للالعاب القوى
وليس داخل الحكومة أو وزارة الشباب والرياضة البحرينية. يعني هل يمكن إيصال صوت الرياضيين المغاربة إلى السلطات المغربية للتحدث مع السلطات البحرينية لحل مثل هذا الإشكال؟ الآن تدخلت كما قلت جمعيات حقوقية وهي قررت التصعيد في اتصال مع الإخوان في العصبة المغربية لحقوق الإنسان. تحدثوا عن تكوين لجنة من جمعيات حقوقيه للاتصال اولا بالحكومه المغربيه. الان هناك مشكل كما يقال ان لا زالت الحكومه المغربيه لم الجديده لم يتم تثبيتها بعد. لا زالت هناك مشاورات لمعرفه من هو وزير الشباب والرياضه القادم في المغرب ومن هو وزير الخارجيه القادم لمعرفه الامر، ولكن اكيد ان الموضوع الان سيتم ايصاله للحكومه المغربيه والتي عليها ان تتحمل الملف، لان هؤلاء الابطال حين طردوا أوجعت لهم جوازات السفر المغربية وأصبحوا الآن مغاربة. ما هي مطالب هؤلاء الرياضيين الذين تم سحب الجنسية البحرينية منهم؟ هما مطلب أساسي هو أن يتم إرجاع أجورهم الشهرية، حيث أن أغلبهم كانوا موظفا في القوات المسلحة البحرينية. ثانيا هو تعويضهم عن الألقاب التي فازوا بها وعن ما صرفوا على تدريباتهم، زائد بعض العدائين المعتزلين. أما العدائين الذي لا زالوا في الممارسة، هناك 6 عدائين لا زالوا في الممارسة وتم طردهم. هؤلاء ال6 يطالبون بإبعاد خالد بولامي المدير التقني لألعاب القوى البحرينية وهو مغربي، ويعتبرونه مسؤولا عن طرد مجموعة من العدائين المغاربة والاتجاه نحو عدائين كينيين وإثيوبيين لتعويضهم. نعم، السيد نور الدين مفراني الإعلامي الرياضي المغربي، كنت معنا عبر خدمة الإنترنت، شكرا جزيلا لك.